بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير على حضراتكم. انا حبيت بس واقعي اوري حضراتكم الطياره في المنطقه اللي المفروض ما حدش ينزل فيها. لو نزلت فيها خلاص بقى اللايف جارد شافك هينزل لك بالطوق زي ما جبت كذا فيديو. وبحب لو انزل في الشواطئ اكون قريب منه واساعد، في نفس الوقت اجيب اخطاء المنقذ واعرفها له واقول له دي ما تعملهاش عشان لو انت عرضت نفسك للخطر ونزلت من غير الطوق هيحصل مشكله. المهم انا هوريها لكم دلوقتي، نعتبر ان انا بنغرق او هننزل انا في المنطقه وقد ايه موج السحب القوي فيها. وطبعا نوري حضراتكم من خلال الفيديو المنطقه ازاي بتكون خطر. حضراتكم عشان تيجي تنزل بصوا حضراتكم هنا بشر الموج او ضرب الموج من جوه اهو بره عادي. دي المنطقه تنزل فيها عادي مفيش اي مشكله، دي بيسموها ظهر. بصوا حضراتكم هنا لكن هنا كده مفيش موج. بصوا حضراتكم سلك داخل جوه اهي. حضراتكم هنا بصوا الموج هنا لو جبت لحضراتكم تاني وعشان الناس تعرف تحديث على الشواطئ. هنا هو لو انا مشيت ممكن ادخل عادي خالص، ادخل جوه عادي هتلاقي نفسك ليك طول ليك طول ليك طول، وبعد كسره الموج مش هتلاقي موج خالص اهو. باينه قدام حضرتك عشان نقارن بين دي وبين البركه. بصوا بقى حضرتك همشي كده اوريكم بقى البركه شكلها ايه، او الطياره او سموها زي ما تسموها منطقه السحب القوي اللي ممكن تغرق ناس كتير. بتلاقوا معظم حالات الغرق فيه كده اهو. بصوا حضرتك بصوا عامله ازاي اهو. هنا المنطقه دي اهو. انا لو نزلت دلوقتي فيها وتعرضت بقى للغرق عايز تعوم يمين او شمال او تحاول، وفي اخرها ظهر. نسيت برضه اقول لحضراتكم هي مش كلها لجوه على البحر عميق، لا لجوه خالص هتلاقي ظهر بعدين. هي منطقه حفر بس اهو. تلاقي الموج فيها غير منتظم وبعديها عالي وبعدها هنا في امواج، لكن هنا في المنطقه دي هي منطقه الطياره اللي بنقولوا عليها الطياره. هننزل نوري حضراتكم ازاي تروح يمين وتروح شمال، وهوريك انت لو حاولت مش هتطلع. يعني انا لو عمت فيها حاولت اعوم عكس الطياره هي بتسحب للداخل مش هتعرف تطلع. وهوري حضراتكم وانا بعوم فيها واوريكم قد ايه هي بتشد والسحب فيها خالص. هوري حضراتكم
اي رمله دوست عليها ضغطتها، قمت شويه طلعت من البركه، قمت جيت على الرمله طلعت، الموضوع سهل. طب ممكن ادخل جوه؟ اه ممكن ادخل جوه، هوريكم لما اروح الجهه الشمال، خلي الفيديو شغال.